ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده هو اللوك ده لون سموكي اي بنفسجي مع اصفر او لون اصفر دخلته كده مع اللوك ده انتوا طلبتوه كتير قوي. كان في الفيديو بتاع الكونتور والهايلايت كمحترفه، اخيرا صورته. اللوك بتاع النهارده هو شويه العيون بنفسجي بسموكي شويه، ولون كده فانكي او لون لطيف كده من تحت، وهو اللون الاصفر. طبعا لو انت ما بتحبيش اللون الاصفر او مش حابه اللون اللي تحت، تقدري تغيريه، تحطي اسود، تقدري تحطي بني، تعمليه سموكي عادي خالص. والكونتور، والنهارده الكونتور والهايلايت حبيت شويه يكون قوي عشان خاطر يعني يبقى شويه كده ظاهر اللوك او يبقى كلوك سموكي كامل. الشفايف طبعا عشان خاطر اعمل بالانس او اعمل توازن مع كل اللي فوق ده، فاستخدمت الشفايف النيود او اللي هي اللحمي، لون لحمي خالص قريب من الجلد. اللوك سهل خالص مش صعب، اغلبيته النهارده دراج ستور او حاجات من الدراج ستور، ما عدا الالوان بس الانتقاليه اللي استخدمتها في عيني. استخدمتها من الباليت دي من تارت اللي هي تارتيوس برو. الباليت دي ممتازه، هو ده مش موضوعنا النهارده بس ممتازه ممتازه ممتازه، انا ارشحها جدا. بس كده، عايزه ارغي كتير عشان خاطر تستمتعوا بالفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب او اشتراك من الزرار الاحمر اللي تحت الشاشه. ولو انت مشتركه طبعا اهلا بيكي. ما تنسيش تدوسي على الجرس اللي جنب كلمه سبسكرايب علشان خاطر يوصلك الاشعارات الجديده بالفيديوهات. بس كده، سيبكم تستمتعوا بالفيديو. اوكي، اول حاجه انا عملت حواجبي بس عشان خاطر الوقت. اول حاجه هبتدي بيها عينيا النهارده. للبرايمر بتاع عينيا انا هستخدم الكونسيلر ده من ميبلين. اغلبيه الميك اب او اغلبيه الالوان الترانزيشن النهارده، الالوان الانتقاليه هستخدمها من الباليت دي من تارت. اول حاجه هستخدمها اني هثبت الكونسيلر بتاعي. هستخدم اللون الابيض اول واحد فود. اللون ده لون شويه بني بس فاتح قوي، هاخده كلون انتقالي. بعد كده عشان خاطر احمر او ادي شويه بينك للكريس بتاعي، هاخد اللون البينك ده من نفس الباليت، هحطه تحت شويه اللون اللي انا حطيته برضو في كسرة عيني. بعد كده هاخد فرشه نظيفه خالص ما عليهاش اي حاجه، وهبتدي ادمج الحروف بتاعه الاي شادو بتاعتي. اللون نفسه البنفسجي اللي انا استخدمته واللي هحطه على الجفن نفسه المتحرك، هاخد من الباليته دي اسمها ايفر بيوتي. هاخد ميكس ما بين اللونين دول واحطهم على الجفن المتحرك بتاعي. كده هاخد لون بنفسجي غامق خالص او يعتبر يكون اسود، وهبتدي احطه عندي في الزاويه الخارجيه من العين. احطه في الزاويه الخارجيه من العين وهدمجه شويه فوق على كسرة عيني. هاخد اللون اللي هو الاوف وايت ده وهبتدي احطه تحت عظمة الحاجب عشان خاطر انور بيه. ده هيكون الشكل النهائي للرسمة زي ما انتوا شايفين. هستخدم ايلاينر واحط ماسكارا واحط رموش وارجع لكم تاني عشان نكمل بقية الميك اب. اول حاجة الايلاينر ده اسمه شوينج من ذا بالم. ماسكارا هستخدم الماسكارا دي من ريميل اسمها سكاندل ايز. وبعد كده هحط الرموش وارجع لكم تاني. للبرايمر هستخدم البرايمر ده من W7. وللفاونديشن هستخدم النهارده لوريال انفاليبل هو ال 24 اور مات.
برضو هستخدم الكونسيلر بتاع ميبلين اللي انا استخدمته كبرايمر فوق عيني، هستخدمه برضو تحت عيني. بعد كده هثبت وشي كله بالبودره دي من ريميل اسمها كلير كومبلكشن. هستخدم فرشه كابوكي كبيره واثبت بيها كل وشي. من ريميل هستخدم البرونزر ده اللي هي درجته 25 سان جلو. حسيت ان هو ضعيف شويه محتاجه اقويه، فهاخد البرونزر ده من ميبلين درجته 2 اللي هو الميديوم دارك. هاخد اللون اللي هو شويه على جراي ده وهبتدي اغمق بيه واعمل كونتور اكتر. هايلايت النهارده هستخدم الهايلايت ده من ماك اسمه سوفت اند جنتل. للبلاش هستخدم حاجه اللون ده من ديبورا اسمه 13 ابريكوت. هو لون مش ماشي شويه على بينك، يدي شويه حياه للوش. للروج التوتوريال الاساسي اللي انا استخدمته او اللي انا عملته كنت مستخدمه الروج الخشب ده من ميبلين اللي هو اللي اسمه كولر دراما رقمه 60. انتي لو ما عندكيش اللون ده في بديل ليه الليب جلوس ده من اسنس رقمه 6 سوفت نيود. عشان اخلص بقيه العينين هستخدم البرونزر ده هستخدم اللون الكونتور ده اللي انا استخدمته النهارده هحطه تحت عينيا. الابيض ده من نيكس هحطه تحت عينيا عشان يبقى اساس للون اللي جاي بعد كده اللي هو بعتبره ان هو النجم بتاع اللوك النهارده. بعد كده هاخد اللون الاصفر اللي عندي ده من الباليت برضو بتاعت ايفر بيوتي وهبتدي احطه عليه وادمجه كويس قوي قوي قوي. طبعا ماسكارا على رموشنا اللي تحت. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا وده اللوك النهائي بتاعنا. فاني قوي، لون مبهج جدا وخصوصا بقى ان الصيف داخل وكده والالوان والحركات. اتمنى يكون كان سهل بالنسبه لكم واتمنى تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب يا بنات، وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات في اللوك ايه، وكمان محتاجه اعرف ايه اللوكات اللي انتوا عايزيني اعملها او اللي تقترحوا عليا ان انا اعملها. الناس قبل ما اقفل، الناس اللي سالتني على الانستجرام وعلى الفيسبوك بتوعي هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف. الانستجرام ميك اب باي _ فانا والفيسبوك ميك اب باي فانا. كل وسائل الاتصال بتاعتي وسائل الميديا بتاعتي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف الناس اللي سالت عليها. بس كده اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.